النهاردة يا جماعة حبيت أنوه لحاجة مهمة جدا. ديت طبعا كابينة شاور يدوي. الشركة هي اللي بتكون مصمماها. لو أي حد حابب يتواصل معايا وأنا أوصله بالشركة مفيش أي مشكلة. بس أنا حبيت بس أنبه لحاجة معينة. حضرتك شايف دلوقتي في صنفرة في الجزء الكبير ده، وفي تحت متقسم شرايح. مثلا في 15 سنتي، في بعد كده 4 سنتي مصنفر، في بعد كده 4 سنتي شفاف، في مصنفر، وهكذا. والجزء اللي في النص ده كله مصنفر. طبعا في ناس كتير ممكن ما تاخدش بالها من الحكاية ديت، ولكن الحاجة ديت أنا طالبها بالشكل ده وبالرسمة ديت. تمام؟ ليه بقى حضرتك؟ علشان خاطر احنا عندنا الجزء بتاع العورة. هي ايه وظيفة الكابينة؟ وظيفة الكابينة ان حضرتك لو واقف جوه بتاخد شاور، مفيش ميه تطلع على الحمام، وفي نفس الوقت ما يحجزش الحمام. افرض انت مثلا في وقت الشاور في حد تاني محتاج يخش الحمام يستعمله، تمام؟ يبقى اللي جوه الشاور زي ما هو منعزل عن الدنيا، واللي هيخش يستعمل الحمام هيستعمله، لا ده هيشوف ده ولا ده هيشوف ده. تمام؟ فاحنا قلنا نعمل الجزء ده مصنفر، الجزء اللي هو فيه العورة بتاعة الجسم، يعني من عند الرقبة لحد الركبة تحت. تمام؟ الجزء ده كله مصنفر. طيب ليه عاملين تحت شفاف؟ أنا عامل تحت شفاف كده علشان خاطر لا قدر الله لو فيه طفل مثلا جوه اتزحلق وقع، حد مسن مثلا جوه وقع، يبقى احنا نقدر نشوفه، ما يبقاش الإزاز كله مصنفر. تمام؟ في ناس بتبقى تعمل رسومات فيه، بس الرسومات دي بتظهر برضه اللي جوه وبتجرحه. تمام؟ هو حتى مش هيحس بالخصوصية. يعني حتى لو محدش دخل الحمام، انت عايز تحس بخصوصية وانت جوه الكابينة. تمام؟ فمهم جدا ان احنا نعمل الجزء بتاع العورة ده يكون كله مصنفر. عندنا من تحت في مسافة لحد الركبة، تمام؟ ومن بعد الرقبة زي ما انتم شايفين برضو ايه شكل ديكور، ولا هو مصنفر ولا هو شفاف، بحيث ان انا اقدر اشوف راس اللي جوه لو هو مغمى عليه، او هو اتزحلق، او في غيبوبة، او في اي حاجة اقدر ان انا اشوفه او هو يشوفني او كده. تمام؟ ما يكونش منعزل عن الدنيا بحاله. تاني حاجة ما يبقاش مجروح. ما انا ممكن اقف مثلا اكلم حد جوه ما هوش باين الا راسه، عادي مفيش مشكلة. فالقصد إن إحنا نخلي الجزء بتاع العورة ده كله كده من أول الرقبة. لو حد قصير مش هيبان إلا دماغه، لو حد طويل يبقى السكوريت ده كده هيبقى لحد صدره. تمام؟ يبقى هيبقى نص الصدر باين مع الرقبة. إنما لو حد قصير هتبقى الراس بس هي اللي باينة، وبقية الجسم كله متداري. تمام؟ فأنا حبيت بس أنبه لو أي حد حابب يعمل سكوريت يقسم التقسيمة تكون شكل ديت. أنا شايف إن ديت أفضل تقسيمة في الصنفرة بتاعة الإزاز، علشان خاطر إن هي تدي خصوصية اللي جوه الكابينة واللي بره الكابينة، وفي نفس الوقت في الشكل كديكور مدية شكل جميل جدا زي ما حضرتك شايف. اللي محتاج المقاسات بتاعة السكوريت بتاع الصنفرة يكلمنا على الواتس، وأنا هديله المقاسات اللي يشتغل عليها تحت وفوق، أو ممكن لو هو محتاج الشركة المصممة أديله أرقام التواصل بتاعتها. الشركة محترمة جدا جدا زي ما انتم شايفين، الشغل متين والسكوريت 10 ملي. حاجة بصراحة بتاعت العمر، مش حاجة يعني زي ما الواحد بيشوف في شغل تجاري كتير جدا جدا في السوق. تمام؟ أهو طبعا احنا تعبنا لحد ما لقينا ناس محترمة زي كده إن هي تعمل لنا الحاجة اللي احنا عاوزينها. لا، هم عملوا لنا حاجة أحسن من اللي احنا عاوزينها كمان بصراحة يعني. تمام؟ أنا كده جوه الكابينة أهوت. عندنا زي ما قلنا الجزء اللي تحت يا دوبك حاجة كده إيه سترة ومش سترة. الجزء ده أهوت مش مبين أي حاجة. بعد كده الجزء اللي فوق.
كمان برضه ميزة الجزء اللي فوق إنه يبقى شفاف، إنه بيديني وسع للحمام، مبقاش حجزته كله يحسسني إن الحمام ضيق، لأ، أما أكون شايف الجزء اللي وراه ده بيديني اتساع للحمام أكتر. أتمنى تكون الأفكار اللي أنا طرحتها ديت تعجبكم، وأتمنى يكون الفيديو أفاد المتابعين. إن شاء الله استنونا في أي حاجة جديدة بإذن الله. استودعكم الله.